السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مش عارفة ليه كل ما بصلي على الرسول بينتابني كده حالة من السرور وبلاقي نفسي ببتسم من غير مناسبة. طبعا المناسبة جميلة، صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا سعاد ودي قناتي. لو أول مرة تشوفوني وعجبكم محتوى فيديوهاتي حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد بقدمه وتكونوا أول ناس بتشوفوه. النهاردة طبعا يوم الجمعة، جمعة مباركة عليكم جميعا، ويا رب يجعل أيامكم كلها طيبة يا رب العالمين، ويملاها خير وبركة ورزق وراحة بال، آمين يا رب العالمين. طبعا يوم الجمعة مفيش أحلى منه. في دعوات مستجابة. الصلاة فيه على الرسول صلى الله عليه وسلم بتفتح البيبان المقفلة، فأكثروا من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها معروضة عليه. تقبل الله منا ومنكم يا رب صالح الأعمال. النهارده بقى طبعا كان اليوم ما بعد العاصفه، وما ادراك ما العاصفه كانت امبارح، كانت شديده جدا، انا اتفاجئت بيها بعد ما كنت روقت ومسحت وظبطت يا جماعه، وبعد كده لقيت الدنيا اتطربت رجعت زي ما كانت بالظبط. فالمهم ان انا الحمد لله غرفه المنام كنتش عملتها، فالنهارده كان يومهم ان هم هيعملوها هم الاثنين. فالنهارده رحمه بقى يعني كل واحده عملت حاجه، بس سلمى ما بتحبش الظهور معايا كتير، فتلاقي رحمه هي اللي متصدره. المهم فرحمة يعني ظبطت الأداء الحقيقة. وغيرت لهم الستارة عشان الدنيا بقت حر والستارة التانية تقيلة عليهم شوية، فغيرنا الملايات، ورحمة ظبطت الشباك الحقيقة، مسحته مسحة نظيفة بعد التراب، ولمعنا الدنيا كده وظبطناها. دي كنت بوريكم هنا الكراريس اللي أنا بجيبها لهم في الأجازة. دي كراريس كده رسم فيها رسومات وبتبقى عايزة تتلون، قصادها واحدة متلونة والتانية مش متلونة، هم يلونوا زيها. فالحقيقة دي كانت يعني من هواياتهم من زمان. وعايزه اقول لكم كمان ان انا اشتركت لهم في كورس تعليم الرسم. وكان اول يوم كان امبارح الخميس، فكانوا مبسوطين جدا 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 وقضوا فيه وقت لذيذ. وبعد ما جم برضو فضلوا يدعبسوا بقى في الحاجات اللي خدوها ويدوروا على الحاجات اللي اتعلموها. فكان الحقيقه كان وقت ممتع جدا بالنسبه لهم. والرسمه اللي على الحيطه دي رسم سلمى. رسمه سلمى بتحب ترسم. تمام. بنلمع بقى بنكمل بنكمل تلميع الغرفة، السراير بقى والكومود والسراير من الناحية التانية والدولاب والمراية، كل الحاجات دي كلها. وطبعا رحمة شالت الفرش بتاع الارض ونفضته ومسحت وظبطت الدنيا. بصراحة ربنا يبارك فيها يا رب. ويبارك في اولادكم جميعا. عشان كده دايما بقول لكم ركزوا مع اولادكم وخلوهم يساعدوكم ويتعلموا منكم حاجات، واعملوا معاهم ذكريات حلوه، عشان احنا مش ضامنين هنعيش لهم قد ايه، صح ولا لا؟ فدايما خلوا في عقولهم وبالهم ذكريات حلوه كده يفتكروكوا بيها. طبعا ربنا يبارك في اعماركم جميعا يا رب، ويخليكم ليهم وتفرحوا بيهم، بس محدش ضامن الدنيا. بس كده خلصنا الغرفة يعتبر. وكانوا متفقين معايا ان احنا عايزين نفطر فطير، عايزين فطير مشلتت. يعني انا كان نفسي فيه بصراحه من زمان، فكنت بتلكك. دي الرسمه اللي رسموها امبارح في الكورس بتاعهم. رحمه حبيت اوريها لكم، بتقول لكم حطوا لايك وهتعرض لكم بقى اللي هي عملته او المجهود الرائع اللي هي عملته النهارده، تمام، بمساعدتي طبعا. شايفين؟ بس بعد ما خلصنا الغرفة بقى ترويق وتظبيط كده، والستارة اللي شلناها والملايات اللي شلناها برضو من السراير والحاجات دي كلها كانت عايزة تتحط طبعا في الغسالة. الستارة طبعا اللي بالحلاق دي ما ينفعش تتحط في الغسالة زي ما هي، عشان هتقعد تخبط في الحلة بتاعة الغسالة وتقعد تعمل أصوات كده ممكن تبوظ لك الغسالة. فعلى انا بشيلهم كده زي ما انتوا شفتوا. وبحطها بعد كده اما باجي اركبها بحطهم فيها عشان ما يضيعوش مني. تمام. فهحط في الغسيل في الغساله واشغل عليه، وبعد كده هبقى يعني هظبط الدنيا بقى حواليا كده. مشيت بالشرشوبه كده على الصاله والطرقه، وكنست كنس خفيف كده عشان التراب اللي كان، وكنست السلم وظبطت الدنيا. وهنا كنت مشغله القران طبعا على سوره الكهف. سوره الكهف نور بين الجمعتين، فما تنسوهاش ويعني ما تتركوهاش، ثواب كده جاي لنا يعني ببلاش، فليه نبخل على نفسنا بيه. بس كده جبت بقى البخاخ بتاعي، حطيت فيه اي معطر وكملته ميه، وبدور بقى بيه كده في الشقه كلها وبعطر هنا بقول لكم عود البخور ده هولعه دلوقتي. وبلف بقى كده بيه على الشقه كلها، السجاد والانتريه والحاجات دي، عشان اي حد يدخل شقتك كده يلاقي ريحتها حلوه وجميله. بخلاف ان احنا هنولع دلوقتي عود بخور كده جميل
عشان يخلي الدنيا بقى وتفتحي. يا ريت لما تيجي تبخري ما تسيبيش الدنيا مقفله، عشان البخور بيقال ان هو بيطرد الطاقه السلبيه اللي في المنزل. فاحنا بنعمل اللي علينا والباقي على رب العالمين. طبعا طول ما انت مشغله الرقيه الشرعيه في البيت ومشغله سوره البقره وبتقراي قران، كل ده كفيل ان هو يحميكي من اي عين ومن اي حسد ومن اي طاقه سلبيه. تمام. بس كده. بس انا بحب ريحه البخور كده تملى البيت، وبالذات يوم الجمعه، يعني دي طقوس بقى كده بحب اعملها، فبتخلي البيت كده ليه روحانيات كده حلوه. تمام. بس كده خلصنا بقى تعطير البيت وظبطنا الدنيا. نخش بقى على المطبخ بتاعنا، سايبينه نضيفه زي الفل من بالليل. نخش بقى، كنت مطلعه الدقيق وحطاه في الطبق، وهنبدا بقى نعجن الفطير. الفطير طبعا مش قادره اقول لكم، يعني مفيش اسهل منه، مفيش يعني. بس طبعا ايه التسويه بتاعته والحوارات التانية هي اللي بتبقى ايه، عايزه تكنيك شويه بس مش اكتر. لكن هو مفيهوش اي حاجه، هو دقيق وميه ورشه ملح بس، مفيهوش اي حاجه غير كده. ده حوالي عندي كان كيلو الا ربع من الدقيق، هو المفروض يبقى كيلو بس انا ما كانش عندي غيره. تمام. فحطيت عليه رشه من الملح زي ما شفتوا وهقلبه. وبعد كده هجيب ميه دافيه معايا، الميه لازم تبقى دافيه عشان العجينه معاكي تتخدم كويس. تمام. سواء صيف او شتاء، الميه الدافيه حلوه جدا للعجين. بس هدلق الميه على العجين على الدقيق، وهبدا اعجن كده زي ما انتم شايفين. يعني اتوه الدقيق في الميه لحد ما يكون عندي عجينه طريه. تمام. عجينه طريه. بس الدقيق الفطير بيحب العجن الكتير، فاحنا يعني اخدميه كويس عشان يديكي نتيجه كويسه. تمام. فانا هعجن الدقيق والميه عند لحد ما الدقيق كله يختفي. هو ما خدش عندي غير الكوبايه دي بصراحه، الكيلو الا ربع من الدقيق خد مني الكوبايه دي، كوبايه ميه دافيه. تمام. هفضل اعجن بقى لحد ما الدقيق كله يتوه عندي وما يبقاش فيه دقيق موجود خالص. وبعد كده هنزل بيها على الرخامه بتاعتي علشان اعجنها بقى كويس جدا على الرخامه. لو انت طبعا ما بتقدريش تعجني قوي، ممكن تعجنيها شويه وبعد كده تغطيها وتسيبيها حبه، وبعد كده تبداي تعجنيها تاني، يعني تريحي بين كل عجنه وعجنه شويه. تمام. انا هنا عجنتها، شايفين العجينه بتاعتها طريه ازاي. حسيت بقى ان هي لسه هي يا دوب قاسيه شويه، فايه هرشرش عليها بس شويه وانا بعجنها على الرخامه بتاعتي، علشان ماده الجلوتين اللي فيها تتفاعل كده وتعمل لي مطه حلوه كده، عشان الفطيره بتاعتي تطلع حلوه ومورقه وجميله. تمام. وانت بتفردي فيها ما تبقاش قاسيه ولا تتقطع منك زي ما احنا الغلطات دي كلها بنقع فيها. تمام. بس كده عجنتها زي ما انتوا شفتوا كده لحد ما تبقى عجينه ناعمه وطريه في ايدي زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بتمطوا حلوه ازاي. هسيبها بقى تريح كده عندي حوالي نص ساعه، عشان كل ما الفطير بالذات كل ما تريحي العجينه اكتر كل ما يبقى سهل في ايدك اكتر ويطرى ويتفرد معاكي بسرعه. تمام. بعد نص ساعه رجعت له، حضرت السمنه بتاعتي دي، سمنه من العلب العاديه وعليها سمنه بلدي. تمام. لو ما عندكيش يبقى السمنه التانية هتوفي، لو عندك زبده يبقى يا حبذا، يعني كل الحاجات دي. بس اهم حاجه الزيت لا، عشان الزيت بينشف، الزيت بينشف يعني يخليهولك زي الحطب. تمام. هبدأ بقى اكور العجين بتاعي، اقسمه كده. هو المفروض ان العجينة دي كانت تتقسم على 2، كانت هتبقى زي الفل، كان هيبقوا فطيرتين كده محترمين. تمام. بس الطمع بقى قال ما جمع، انا قلت اعملهم صغننين كده وحلوين ويبقوا كتار. بس المهم ان هم عملوا لي 3 فطاير كده متوسطين، يعني لو كان هيعمل 2 كبار وحلوين، 2 وسط وحلوين. لكن هو الفطيرة المفروض الوزن الطبيعي ليها نص كيلو. تمام. لو عايزاها كبيره يبقى كيلو الا ربع. تمام. لو عايزاها صغيره يبقى ربع كيلو زي اللي انا عملتهم كده. دي يعتبر 3 فطاير صغيرين، الفطيره بربع كيلو. تمام. تمام. هنبدا نفرد بقى طريقه الفرد بتاعتي زي ما انتم متعودين عليها. انا كنت عملت فيديو مفصل للفطير المشلتت قبل كده على القناه في الاول، هبقى اسيب لكم اللينك بتاعه. هفرد العجينه بتاعتي على الرخامه على قد ما اقدر. تمام. هتتقطع منك، ايه المشكله؟ كملي ولا كانك شايفه حاجه. هتتفرد، تقدري تفردي، وبالذات الجناب الحواف بتاعته تبداي تفردي على قد ما تقدري. وبعد كده هنفرد بقى السمنه بتاعتي على الفطيره بتاعتي. وبعد كده اطبق، يعني اطبقها نصين، وبعد كده النصين ده اطبقه نصين تاني، وبعد كده النصين تاني لحد ما العجينه عندي تخلص او الدايره بتاعتي تخلص وابقى عملتها كوره. تمام. بس دي طريقه الفرد بتاعت العجينه بتاعتي. لو انت بقى عايزاهم كبار، عايزه العجينه دي كبيره او الفطيره كبيره، بتحطي دي وتفردي واحده تانية وتحطيها في وسطيها. لكن انا فردت وبعد كده فردت واحده صغنونه وحطيتها في وسطها، يعني ما كبرتهمش الحقيقه. تمام.
بس ممكن تسيبيها زي ما هي كده، هتبقى صغنطوطه كده وحلوه، بس ما تفرديهاش جامد عشان ما تبقاش رقيقه. يعني الفطير بالذات لازم كل ما بيبقى تخين كده ومحمل بيبقى احلى بكتير. خلاص. بس دي التانية فردتها بنفس الطريقه بالظبط زي ما انتوا شايفين، وهفرد احط السمنه عليها، وبعد كده هبدا اطبق زي ما قلت لكم. ممكن تسيبوها زي ما هي كده، وممكن تفردوها يعني في صينيه صغيره لو انتوا عايزين فطاير صغيره، وممكن تحطي في قلبيها واحده تانية وتبقى تكبر شويه كده وتبقى حلوه ومحمله يعني. تمام. زي ما قلت لكم العجينه دي كانت تكفي هم فطيرتين، كانوا هيبقوا حلوين جدا. المهم ان انا ايه، زي ما انتوا شايفين كده فردت حبه، وبعد كده حطيت في وسطها كوره من اللي انا عملتهم قبل كده، ودهنتها بالسمنه من كل ناحيه، وزي ما انتوا شايفين كده طبقتها عليها. ودي كانت فطيره حلوه، يعتبر صغيره بالنسبه اللي احنا بنشتريها، تعتبر صغيره مش كبيره. تمام. اعمل معاكم واحده تاني وخلاص، هعمل التانية لوحدي كده عشان الوقت بتاع الفيديو ما يطولش عليكم. بس انا بفرد بالزيت ليه؟ عشان الزيت عندي بيسهل الفرد بكتير جدا عن السمنه. السمنه عشان خشنه فما بتجريش معايا، ما بتخليش العجينه تجري معايا على الرخامه. تمام. فبدهن السمنه زي ما قلت لكم، بحط في وسطها التانية، وببدا اطبق العجينه عليها، وبحطها في الصينيه بتاعتي واسيبهم يرتاحوا. تمام. اسيبهم يرتاحوا عندي عشان لما يجوا يتفردوا عندي بمنتهى السهوله. اول ما هبدا افرد عندي بقى الفطاير بتاعتي، هعمل ايه؟ هروح جايه حاطه مولعه الفرن بتاعتي، عشان الفطير التسويه بتاعته عايز فرن حاميه جدا جدا جدا. بتشغلي الفرن على الاعلى درجه خالص، وتسيبيها حوالي ربع ساعه. تمام. وبعد كده بتشغلي الشوايه على اهدى حاجه، وتشغلي الاثنين مع بعض. لو انت ما عندكيش الاثنين مع بعض وحسيتي ان هي عايزه لون من فوق، بتشغليه في الاخر الشوايه عشان تديها لون من فوق. زي ما انتوا شايفين كده انا سبتها حوالي ربع ساعه ترتاح، وبعد كده فردتها، بتتفرد بمنتهى السهوله في الصينيه بتاعتي. تمام كده. ادي اول واحده، وبدهن وشها بالسمنه عشان كده تديني طراوه، لان السمنه كل ما بتكتر بتخليها طريه وما بتنشفش منك بسهوله. تمام. دي اول واحده. دي كانت الصينيه تقريبا الوسط، مش فاكره الوسط ولا الصغيره. الوسط. دي الصغيره. انا غطيتهم بستريتش عشان ما يشققوش او ينشفوا من الوش بتاعهم. تمام. وحتى وهي برضو كل ما تسيبيها ترتاح، كل ما بتبقى متغطيه بتبقى النتيجه بتاعتها احلى بكتير. تمام. زي ما قلت لكم دول 3 فطاير صغيرين، السمك بتاعهم ما كانش كبير قوي، بس كان طعمهم حلو وكانوا طريين وحلوين. والتكه ان انت تخليها طريه بقى بعد التسويه هقول لكم عليها. هنا زي ما انتم شايفين بوريكم الفرن، انا مشغله الفرن تحت على اعلى حاجه والشوايه على اوطى حاجه. وبعد كده خدوا قد ايه حسب الفرن بتاعك، ما لهمش ميعاد يعني، ما لهمش وقت، كل شويه بتفتحي عليهم وتشوفوا. زي ما بوريكم دلوقتي شايفين منفوخين ازاي بقى، بداوا ينتفخوا في نص السوا. بعد كده هقفل عليهم بس عشان النار تبقى عاليه كده عليهم. وبعد كده ده شكلهم بعد ما استووا. اول ما بطلعهم بقى بعمل ايه؟ بطلعهم وزي بقيه المعجنات اللي احنا بنعملها او المخبوزات اللي احنا بنعملها، اول ما بطلعها وبحس ان هي ناشفه شويه، بروح جايه لها حاطه لها رشه لها رشه ميه ومغطياها على طول، واسيبها في مع نفسها كده لحد ما تطرى. طبعا الافران اللي بره ما بتحتاجش ليه، عشان الافران بتاعتهم بتبقى عاليه ومظبوطه على درجات حراره معينه، مش زي الفرن بتاعنا، فاحنا بنتعامل باللي موجود عندنا. تمام. بعد ما بردوا شويه الى حد ما عشان ما كانوش صابرين طبعا كده، صلينا اتوضينا وصلينا الظهر، وبعد كده فطرنا. شايفين بقى الفطير بقى عامل ازاي، بقت طريه. شايفين عامله ازاي طريه وجميله، وكان طعمها تحفه، وكان بألف هنا وشفا لكل اللي كل. ببدا اقطعها. انا بحب اقطعها عشان طبعا ايه، مش كل اللي هيمسك حته يقعد يقطع بقى، والحوارات اللي انتوا عارفينها دي، فبحب اقطعها. شايفين التوريقه بتاعتها حلوه ازاي، والطريان بتاعها كانت تحفه تحفه تحفه، بالف هنا وشفا. طبعا يعني انا مش محتاجه اقولك ان انت لو وصلت معايا لحد هنا في الفيديو وعجبك ان شاء الله واستفدت منه ولو فكره بسيطه قد كده، يا ريت تحطي لي لايك. ولو لسه ما اشتركتيش، ليه لسه ما اشتركتيش؟ ما عجبتكيش؟ وحشه انا مش وحشه والله. اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس على الكل وخليه اسود عشان يوصلك كل جديد بقدمه وتكوني اول واحده بتشوفيه. وطبعا لو شايفه ان حد ممكن يستفاد من الفيديو ده، يا ريت تشيري لي اصحابك وحبايبك وقرايبك على الواتس وعلى الماسنجر عشان يستفادوا بيه هم كمان. تمام. قدمت معاه بقى ايه؟ جبنه قديمه. هي ما كانش جبنه قديمه الحقيقه، كان جبنه قريش، وانا حطيت عليها شويه مش من فوق كده اللي كانوا موجودين عندي، وحطيت شويه عسل على طحينه، وقطعت معاها خيار، وكان حلو قوي ونعمه ورضا. واشوفكم على خير ان شاء الله، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. هنا اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم سالمين.